السلام عليكم. لو ابنك او بنتك رايح الجامعه السنه دي، كل سنه وانتم طيبين ليكوا جميعا. يبقى الفيديو ده ليكي. بصي كده بقى وشوفي الحاجات اللي ممكن تاخديها لبنتك وهتنفعها هناك، واللي اكيد هتبقى محتاجاها جدا لو ساكنه لوحدها. لو ساكنه قصدي مع طلبه بره، مش داخل الجامعه. فطبعا بتبقى محتاجه ان هي تاخد شوار العروسه معاها. بص بقى، انا جبت لها ايه؟ جبت لها حلتين من عندي كده، اللي هو اصغر حاجه، اصغر حله واللي بعدها على طول. تمام. وخدت لها كمان طاسه، وخدت لها كمان كمان صفايه ينسون، معايا البهارات، معايا المنظفات بتاعت منظفات الجبنه الفيتا. طبعا علبه الجبنه دي اساسي في التلاجة، اوعي تنسيها. الزيت، الملح، البهارات. زي ما اتفقنا، انا هكتب لكم كل الحاجات دي في صندوق الوصف تحت. تمام. تعالوا بقى بينا نعمل الحاجات دي بقى، اللي هتحطها في الفريزر طول شهر او شهرين كمان. وممكن ايه يعني، زي ما حسب استخدامها هتستخدم ايه. واللي في النص مثلا هتعمل بريك، مثلا هتعمل فيه بطاطس مهروسه، هتعمل فيه تعمل فيه جبنه وبطيخ. جبنه وبطاطس محمره، ايا كان بقى اللي هتعمله. وتوفر كمان يوم من الحاجات اللي انت تعمليها دي، في يوم او اتنين كمان، وتبص تلاقي الحاجات دي تقعد معاها كتير. تمام. طيب انا معايا 2 كيلو من البانيه. تمام. جبتهم وغسلتهم كويس جدا، بدقيق وليمون. وبعدين ابتديت بقى ان انا ايه، اقسمهم كده. الرفيع منه الخفيف قوي كده حطيته على جنب، واللي هو السميك شويه حطيته على جنب. ليه؟ عشان انا دلوقتي هقسمهم لاربع اصناف. تمام. معايا كده في البدايه كده هنعمل البانيه. خلينا في البانيه الاول. انا عشان عامله كميه كبيره من البانيه، عشان اكتر حاجه بتحبها، فانا كترت لها منها، بحيث ان هي تبقى معاها زي ما هي عايزه، في وقت ما هي عايزه تطلع. تمام. معايا بصلايه مفرومه، خدتها بحالها كده بميتها كله. ملح، فلفل اسود، بابريكا، بهارات فراخ. تمام. كاري. تمام. وهنقلب كل الحاجات دي ونمكسها مع بعض كده وكويس جدا، وابتدي ايه يعني نمكسها مع بعض. ننزل عليها كده بعصير من الليمون، وكمان كمان عصير من يعني ربع كوبايه من الخل، لان دي ايه كيلو، فانا هحط ربع كوبايه من الخل. في كمان توم باودر، بصل باودر، جنزبيل باودر. هنا بقى علبه الزبادي دي اساسيه، لان الحاجات دي بتخلي الانسجه بتاعه الفراخ تطرى جدا، ما تبقاش وهي بتاكلها ناشفه، تبقى طريه. تمام. فعلبة الزبادي هنا اساسي، ده عشان خاطر الكيلو. تمام كده. عايزه تحطي معلقه ملح، انا بحط ربع كوبايه ملح. خل قصدي. ابتدي بقى تتبليهم كده، وتتبليهم كويس جدا، وبستريتش كده غلفيهم، وفي التلاجة شيليهم ساعتين 3 زي ما انت حابه. حطيهم يا جماعه. طيب بعد كده ايه، هنشيلهم في التلاجة زي ما اتفقنا. وتعالي بقى نعمل بقى ايه الوصفات بتاعتنا. ان هي ايه، هنعمل بقى من الكيلو وايه كيلو. هنعمل منه هنعمل منه ستريبس، وهنعمل منه شيش، وهنعمل منه شاورما. تمام. قسميهم كده زي ما انت شايفه كده. بس في البدايه كده تعالي نعمل الايه الكفته. معايا نص مفروم، نص مفروم برضه هبشر له بصله، الافضل تبشريها. تمام. انا كنت مستعجله فعملتها في الكبه، فابشريها افضل، هتنزل لك ميه اكتر. تمام. ملح، فلفل اسود، بابريكا. بس ما بحطش في الكفته اي بهارات تانية غير كده. والبقدونس افرميه صغير خالص وحطيه. دي ربطه من البقدونس الواحده بس. اخدتي منها الورق بتاعها كده، فرمته كويس جدا، وبعدين نزلت بيه على الكفته وابتدي صبعيها. ودي ما فيهاش اي اضافات خالص، مش عاملاها اقتصاديه ولا اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه اقتصاديه خالص. هتطلع النص كيلو زي ما هو، زي ما انتم شايفين كده، هم 3 اطباق. تمام. لو عايزين وصفة اقتصادية يا جماعة، انا عملت كتير على القناة، يا ريت ايه تشوفوها. والله كانت بتطلع تحفة. بس انا كنت مستعجلة ان انا اخلص لها طلباتها، فايه عملتها من بدون اي اضافات، ما كنتش يعني مستعدة لاي حاجة يعني. تمام. هنا صبعنا الكفتة بتاعتنا. انا بقى عشان بنتي يعني انا عارفاها، فانا عملت كل طبق 4 صوابع مش اكتر. تقريبا. عايزه اقول لكم ان هي اول ما خرجت اول طبق دوت، اكلت منه هما 2 برضو، وخلت 2 العشاء، فما شاء الله يعني كفوها غدا وعشاء. تمام. زي ما انتم شايفين كده، خلصنا الكفته. هنحطها على جنب ونفرزها. نحط كيس بلاستيك كده، او كيس اللي هو كيس التلاجة. يعني طعيم السكينه كده، وخليه جزء تحت، والجزء التاني من فوق. هنا بقى هنبتدي بقى نقطع الستريبس والشيش والشاورما. فانا بقيت انقي كده اللي هو الخفيف قوي احطه على جنب عشان اقطع منه الشاورما، واللي هو سميك شويه بقطع منه الستريبس اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين كده. هتطلعي منه كده. طب انت بنتي يا ناديه هتعملي هنا شيش من الصدور؟ عشان انا بنتي ما بتاكلش الافخاذ دي، فانا هعمل من الصدور. تمام.
فبقطع رفيع خالص خالص زي ما انتم شايفين كده. اللي خفيف قوي ده عملته شاورما. اللي كان سميكه مديني لحم كده شويه ده قطعته ستريبس، اللي هو الاصابع. وكمان اللي هو المربع كمان برضو خدت منه كمان اللي هو مربعات. اللي عملته منه الشيش ده عملت لها حوالي 3 عيدان من الشيش طاووق، عشان يعني هما حلوة قوي، وجبة او وجبتين في الاسبوع، لو حبت يعني تطلعها في الاسبوع اللي بعده زي ما هي عايزه. تمام. طيب هيبقى نعمل الخلطه بتاعتهم. الخلطه بقى هنا الحاجه الحلوه قوي ان انت تعملي الخلطه دي للثلاث وصفات، اللي هو الشاورما والستريبس والشيش. تمام. بس مع اختلاف بسيط كده نعرفه دلوقتي. معانا هنا كده بصلايه كبيره، وبعدين ثمرتين طماطم وقرنين من الفلفل الرومي برضو. وبعدين هنا بقى مش هنحط البصل بتفله زي ما عملنا في الاول مع البانيه، لا هنحط هنا الميه بتاعته بس. تمام. هنزل بقى بليمونه وخل برضو ربع كوبايه او معلقتين كبار. تمام. وحط هنا توم باودر، بصل باودر، صويا صوص، دبس رمان لو عندك متاح عندك حطيه، مش حابه براحتك. تمام. وكمان حطيت اتفقنا كده ملح وفلفل اسود والثوم الباودر والبصل باودر. هحط هنا مستردة للكل. عندي بس الشيش اللي هكتر شويه، هحط معلقه كمان بس لما اجي اقسمهم دلوقتي، عشان دول هيتقسموا على 3 وصفات. تمام. بهارات فراخ وجنزبيل باودر زي ما انتم شايفين كده. وعملنا الخليط ده كده ومكسناه مع بعض خالص. وبعدين هتبتدي بقى ايه تقسمي الطبق اللي فيه الشاورما، والطبق هنا علبه الزبادي اساسي زي ما اتفقنا، بتخلي الانسجه بتاعت الفراخ طريه جدا، بتاعت الصدور طريه جدا. تمام. طيب هنا بقى قسمناها في اطباق كده، الشاورما والشيش والستريبس مع اختلاف بسيط هنعرفه دلوقتي. تمام. هنا بقى يبتدي ايه زي ما انت حابه، يبتدي يلا ايه جيبي بقى اطباقك وابتدي قسمي الوجبات اللي هتحطيها لابنك او لبنتك زي ما انت عايزه. شايفه هنا بقى الاختلاف البسيط فين؟ هنا بقى الستريبس بس الوحيد اللي هنضيف له بيضه. تمام. عشان هينزل بعد كده في دقيق. طيب هنا بقى قطعنا ده الشيش. وبعد كده دلوقتي هحط برضو قسمت كيس البلاستيك. انا هنا مبطئه خالص عشان اجيب كل الخطوات بالظبط. تمام. الكيس هنا قسمته، وبعدين حطيت نصه من تحت كده ونص التاني هغطي من فوق. ده الستريبس بتاعي. وبعد كده هحط الشيش يعني اقسميها بقى حسب ما انت عايزه، سواء بقى تعمليها وجبه 2 3، انت اللي عارفه بنتك او ابنك ممكن ياكل قد ايه. تمام. فده التقسيمه دي بتاعتك. دي بقى الشاورما. نزلنا برضو بالشاورما كده، انا عملتها تقريبا الشاورما كانت نزلت على يعني عملت حوالي 3 اطباق ما شاء الله. تعمل طاسه حلوه قوي قوي ليها، تاكل وتشبع وزي الفل. وانا واحده زي بنتي كده سما اعتقد ان هي تاكلها على يومين. طيب هنا بقى الستريبس هي الخطوه الوحيده دي بقى، حطينا هنا بيضه. يمكن دي ما اتصورتش بس هنا هتحطي بيضه. تمام. عشان كده بقول لك تابعيني عشان خاطر تفهمي انا عملت ايه في كل الخطوات في كل الوصفات. الاختلاف الوحيد هنا بالنسبه للستريبس، ضفنا بيضه، ضربناها كويس جدا ونزلنا بيها بالدقيق. وبعد كده ابتدي ايه بقى فرزيها زي ما شفتي كده في الاطباق دي. طيب فاكرين بقى البانيه اللي عملناه في الاول ده؟ يلا نكمله. بيضه وكوبايه من اللبن. هنا بقى بيضه وكوبايه من اللبن هتضربيهم كده. وابتدي بقى ننزلي منه للدقيق الاول، وارجعي تاني على الخليط بتاع اللبن بالبيض، وبعد كده على البقسماط. وكده خلصنا ايه كمان البانيه. وكده ايه خلصنا كل الوجبات. البانيه طبعا ما شاء الله، اقسميه بقى على اكتر من طبق زي ما انت عايزه. شاركوني رايكم بقى في انتوا عملتوا ايه لاولادكم، وايه اللي انا ممكن اكون ناسياه او انتوا ممكن تكونوا ناسيينه ولقيتوه في الفيديو. شيروا بقى ومتابعه، واعملي بقى كمان كومنت لطيف منك. شكرا.